على عكس المتوقع وعلى عكس الناس ما هي فاهمة إن إصابة الرباط الصليبي بتبدأ داخل الركبة. في الحقيقة الأول بيحصل عندنا فقدان في السيطرة وفقدان في التحكم، ده بيترجم في النهاية على شكل الإصابة الشهيرة اللي كلنا عارفينها، الرباط الصليبي الأمامي أو ACL. من المواضيع الشائكة والكلام فيها كتير جدا، لذلك خلينا مع بعض إن شاء الله من خلال السلسلة المبسطة دي نتكلم فيها عن كل ما يخص الرباط الصليبي الأمامي بالتفصيل من منظور العلاج الطبيعي ما له وما عليه. الرباط الصليبي مش مجرد نسيج بيربط عظمة بعظمة زي ما يظهر قدامك دلوقتي، ده جواه مستقبلات عصبية شغالة بصورة مكثفة ومستمرة طول الوقت. وظيفة هذه المستقبلات إنها تقول للمخ شوية حاجات عن الركبة. أول حاجة وضع الركبة فين، اتجاه حركة الركبة فين، سرعة دوران والتفات الركبة فين. ده يخلي حضرتك تفهم إن قبل ما تحرك ركبتك فهو قرار جاي من المخ، قرار حركي بحت. لذلك ده يودينا لنقطة مهمة، إن أول ما الرباط الصليبي أو ACL يتصاب بيحصل عندنا شوية حاجات. الإشارة العصبية دي بتقل وبالتالي بيحصل عندنا خطأ في التوقيت، وكمان شكل الحركة بيكون مش مثالي وهو اللي بيؤدي في النهاية للإصابة. ده يفسر لحضرتك أشهر أوصاف الناس لإصابة الرباط الصليبي، اللي منها يقول أنا ركبتي بتخني، أو أنا ماشي بحس إن ركبتي اتفلت مني، أو إن ركبتي مش ثابتة. ده معناه إن المشكلة مش مشكلة ضعف، ده مشكلة توقيت ومشكلة تحكم وسيطرة. العلاج الطبيعي الفعال الذكي مش بيتعامل مع الرباط الصليبي على إنه تقوية عضلاته بس، لا، ده إحنا عندنا مخ فقد معلومة، جهاز عصبي محتاج إعادة برمجة، وحركة محتاجة توقيت عشان تطلع بشكل دقيق ومثالي. ده كله يفسر لحضرتك إن إصابة الرباط الصليبي بتبدأ في المخ ثم بتترجم على هيئة الحركة في الركبة. أنا دكتور عبد المنعم الخطيب، أخصائي العلاج الطبيعي. وخلينا كده مع بعض إن شاء الله خلال الفيديو اللي جاي نتكلم عن إزاي إصابة الرباط الصليبي بتحصل حتى من غير ما يكون فيه التحام أو الشخص يتخبط.